إن البلد هتقع. عارفين معنى إيه إن الثوار في الميدان يبقى معاهم أسلحة ويحصل اقتتال في الشوارع ما بين الجيش والثوار، وإن حد يروح يضرب نار على وزارة الدفاع وإن الجيش يرد عليه؟ كده البلد وقعت، كده مصر انهارت. مجرد إن طلقة واحدة بس تتضرب على وزارة الدفاع فإن هيبة الدولة كلها وقعت. تخيل بقى إن إحنا كان في ناس مننا في قلب الميدان عاوزين يحتلوا وزارة الدفاع ويعملوا نفس اللي حصل في الأمن الوطني، يولعوا في وزارة الدفاع. تخيلوا المشهد ده معايا، لو وزارة الدفاع دي ولعت كان ممكن إيه اللي يحصل؟ كان ممكن إيه اللي يتم؟ انتوا عارفين الواقعة دي باسم أحداث العباسية. العباسية 1، العباسية 2، بس ما تعرفوش أساسا إيه اللي حصل في العباسية وليه اتسمت العباسية، ويومها إيه اللي حصل في ميدان التحرير، وقبلها بيوم إيه اللي حصل. كل ده هنحكيه، هنحكي التاريخ وهنظهره للناس كله. كل الناس لازم تعرف إيه اللي كان بيتم في الميدان من تسليح ثوار، محاولة إسقاط الجيش المصري، ونعرف دور الجيش المصري مع ثوار ميدان التحرير اتعامل معاهم ازاي، وقدرنا نوقف المخطط ده ازاي، وقدرنا نوقف الشرطة العسكرية في العباسية قبل ما الثوار يوصلوا وزارة الدفاع. ابتدت الحكاية اتنين واقفين في قلب ميدان التحرير بيهتفوا بأعلى صوت يسقط النظام، لحد ما ربنا حقق لنا أمنيتنا وسقط النظام. وكنا أول 2 في الميدان يقولوا طب بعد ما يسقط النظام هنعمل إيه؟ لازم نبني، خلاص احنا وقعنا النظام، لازم ندخل على مرحلة البنى. ازاي هنقدر نبني بلدنا؟ ازاي هنقدر نجمع كل الناس دي تحت راية واحدة؟ رايتنا كانت اتحاد بناة مصر، كان نفسنا كل الناس تساندنا وتدعمنا، بس للأسف اتفرقوا. الجيش حاول يلم الناس دي كلها تحت راية واحدة أو حزب واحد أو ائتلاف واحد، بس للأسف كل إنسان فيهم حب يعمل قائد مجموعة. ظهر 1000 حزب، ظهر 1000 ائتلاف، ظهر 1000 حركة، كل مجموعة عاوزة تعمل اللي في دماغها، كل مجموعة إحنا اللي عملنا الثورة. يا سيدي على دماغي من فوق، كلكم عملتوا الثورة، طب بعد ما عملتوها فكرتوا ازاي هتبنوا مصر؟ فكرتوا بعد اسقاط النظام مين هو الطرف الثالث؟ مين اللي بينخور في مصر عشان تقع؟ طب فكرتوا الثورة دي توافق عليها ليه اساسا؟ طب فكرتوا الجيش نزل ليه للمصريين؟ ما كان ممكن الجيش ده ينزل زي بتاع سوريا مثلا، يضرب له دنتين مدفع على كام صاروخ من طيارة وكل واحد يلا يقتله 1 ولا 2 مليون واحد ويمسك البلد ويلمها. ده الكلام ده للناس اللي بتقول الجيش استحوذ على الثورة. هو لو في دماغه استحواذ كان الموضوع أسهل بكتير من اللي هو عمله، بس بالعكس ده حاول أكتر من مرة إن هو يجمع كل الثوار تحت راية واحدة، وكل ده على إيدينا قدام عينينا، اتجمعنا في أكتر من مرة، ولكن كل الأصوات عاوزة تشتغل بدماغها هي. كل واحد عاوز يبقى قائد ثورة، كل واحد عاوز يطلع على المنصة ويمسك المايك ويقول كلمتين حماسيين ويخلي كل الجمهور يقول الله أكبر وراه. طب وبعد الكلمتين وبعد الحماس هنبنيها ازاي؟ مصر اللي وقعت، النظام وقع، الناس كلها واقفين تحت في الشوارع بيحموا البيوت، يقولوا يوم من أيام الداخلية. وبعد ما لقينا المشهد ده حصل كان في دماغنا حاجة واحدة بس، ازاي نصالح الداخلية على المواطن. والفكرة كبرت وناس كتيرة انضمت لينا،
وعملنا أول مؤتمر في مصر، كان من أرض المطرية. مؤتمر كان قبل استفتاء الدستور بنعم أو لا. قلنا نطلع نتكلم مع الناس، نفهمهم يعني إيه نعم ويعني إيه لا، لأن الأقاويل كانت كتيرة ما بين الإخوان والليبراليين، ده عاوز نعم وده عاوز لأ، ده عاوز الدستور الأول، ده عاوز يبقى ينتخب الرئيس الأول، وكان في مفارقات كتيرة. حتى الإخوان أياميها قالت نعم تنعم بالنعم، كل واحد هيقول نعم هينعم بالنعم. وبدأت الصناديق تتفرق، والزيت والسكر والرز والمكرونة يتفرقوا، واللجان الانتخابية تتملي، وكلهم لأجل نعم للدستور أولا. وحصل نعم، وحصل المؤتمر. وأول مرة كنا نتعامل مع القيادات السياسية كان هدفنا إن احنا نروح وزارة الداخلية وننزل وزير الداخلية أو بعض من نائبيه أو بعض من القيادات السياسية الكبرى، بما فيهم رئيس حي شرق القاهرة الكبرى، ومندوب من شيخ الأزهر، ومندوب من الكنيسة، وبعض المؤثرين في مصر. وبدأنا نجهز للمؤتمر وعملنا المؤتمر، وكانت هي دي البداية. ومن هنا ابتدينا رحلتنا. رحلة كانت صعبة، تعبنا فيها، بس اللي وصلنا له حاجة تفرح. اللي وصلنا له ان احنا قاعدين دلوقتي نحكي تاريخ، نحكي كل لحظة حصلت، كل فعل عملناه. هنبتدي منين؟ هنبتدي من قلب ميدان التحرير، هنبتدي من كنيسة الأربعين والفتنة الطائفية اللي الإخوان المسلمين حاولوا يزرعوها ما بيننا، والحمد لله قدرنا ان احنا نسيطر عليها، قدرنا ان احنا نبقى ايد واحدة، كلنا مصريين، كلنا ايد واحدة، كلنا لينا حقوق زي ما المسلم ليه حقوق في بلده، المسيحي ليه حقوق في بلده. من هنا قدرنا نوقد الفتنة الطائفية، من هنا قدرنا ان احنا نقفل صمام كان بيمثل رعب كبير قوي على المجتمع المصري. كلنا ايد واحدة، كلنا لينا حقوق زي ما المسلم ليه حقوق في بلده، المسيحي ليه حقوق في بلده. من هنا قدرنا نوقد الفتنة الطائفية، من هنا قدرنا ان احنا نقفل صمام كان بيمثل رعب كبير قوي على المجتمع المصري. قلنا لكل المصريين، في ناس عاوزين يقسموا مصر، في ناس عاوزين يخلوا مصر مسيحي ومسلم، صعيدي واسكندراني، أهل بحري في مكان ياخدوا محافظة ويخلوها دولة وليها قوانين لوحديها، أهل الصعيد ياخدوا كم محافظة ويخلوها دولة وليها قوانين لوحديها، القاهرة والجيزة، القاهرة الكبرى تبقى محافظة كبيرة ودولة لوحديها. يعني من الآخر كده مصر كانت هتبقى لا تقل عن 5 أو 6 دول. كل ده مش كلام وخلاص، كل ده موجود بالفيديوهات. هنعرض لكم فيديو دلوقتي لكونزاليزا رايس سنة 2005 وهي بتتكلم عن مخطط تقسيم مصر، ازاي هنقدر ننفذه. وسبحان الله بعد 6 سنين من الاجتماع المسرب ده قدروا ان هم يسقطوا نظام مبارك. انا مش هقول ان هم لوحدهم اللي اسقطوا النظام، لا، شعب مصر هو اللي اسقط النظام، بس لولا امريكا وتدخلها ان الجيش يفضل واقف على الحياد ويحمي شعب مصر كان الموضوع راح في معاني تانية كتيرة قوي. المهم، وهعرض لكم فيديو تاني دلوقتي للرئيس السيسي سنة 2009 لما عين مدير مخابرات، كان على اجتماع بمدير الأمن الوطني وحطوا خطة لرصد الأسلحة المهربة من سيناء. الموضوع بيجهز من 2009. فكنا بنعمل لقاءات عشان مناقشة الوضع الأمني في سيناء، وأنا بقول الكلام ده لكل المصريين وللضباط الصغيرين اللي موجودين فوق، وحتى للضباط الشرطة كمان.
فكان ما بقولش سر ولا حاجه، لكن كانت اللقاءات ديت بتتعمل، وكان ساعتها مدير المخابرات اللي هو مراد موافي، وكان رئيس جهاز الامن الوطني ساعتها او كان اللي هو حسن عبد الرحمن. فكنا بنناقش الوضع، فكنا شايفين ان خلال 7 سنين اتشكلت بنية أساسية ضخمة في شمال سيناء. البنية الأساسية دي عبارة عن مخازن للأسلحة والذخيرة والمفرقعات، وأيضا بنية بشرية كبيرة للموضوع للسيطرة. وكانوا ساعتها لو انتوا رجعتوا على مواقع التواصل هتشوفوا ان انا بتكلم على 2008 و2009، هتشوفوا ان هم كان في افلام لهم وهم بيعملوا عروض اكنهم خارج الدولة يعني. وكان الكلام ساعتها ان في مشكلة كبيرة موجودة في سيناء، وكانت المشكلة ديت يعني ان اللي موجود هناك الكتلة اللي اتشكلت دي على مدى السنين اللي قبل 2008 و7 و6 يمكن و5 بقت محتاجة جهد وعمل عسكري كبير، مش بس بالشرطة، لازم الشرطة والجيش تتدخل عشان تحل المسألة ديت. ما حصلش. ما كانت طبعا في ظروف وفي اتفاقيات، فكان الموضوع ان القوات اللي موجودة قوات شرطية محدودة، والقوات بتاعت الجيش موجودة على خط ألف بس يعني. وفضل الموضوع كده، وبانت المؤامرة بأبعادها الكاملة في 2011، والناس مشغولة في الميدان. كان بيتم تخريب تواجد الدولة المصرية هناك والقضاء عليه، إقسام مديريات، كل ما يتعلق بمصر، وتعمل ولاية، وتعمل قضاء شرعي على قد تعبيرهم يعني، وحاجات من هذا القبيل. يوم 28 يناير كان خلاص بقى نتيجة التعدي ده بقت الأمور خارج السيطرة. الله يرحمه سيادة المشير، قلت له يا فندم احنا ممكن تبقى في مشكلة كبيرة جدا لو الأمر استمر كده، لأن هم ممكن يعملوا عمليات عبر الحدود ضد إسرائيل، فلازم إسرائيل هترد، وطبعا دي هتبقى مشكلة كبيرة جدا ممكن تؤدي إلى صراع كبير قوي، وده ممكن يكون هو هدفهم في النهاية يعني. كان القرار ساعتها من سيادة المشير ان احنا ندخل بقوات. عملنا الاجراءات المطلوبة مع الاسرائيليين في الوقت دوت، واتصلت بيهم وقلت لهم احنا محتاجين ندخل قوات دلوقتي في المنطقة، في العريش ورفح والشيخ زويد، عشان نسيطر على الموقف هناك. الحقيقة عشان ده بسجله للتاريخ يعني، ان هم كانوا متفاهمين ده، وما كانوش يعني الحقيقة كانوا قالوا يعني بس ادونا خبر القوات اللي هتبقى موجودة قد ايه ونسقوا معانا يعني. واستمرينا من الوقت دوت لغاية دلوقتي، بس يمكن حجم القوات اللي كان موجود خلال ال8-9 سنين دول من 2011 لغاية النهاردة زادت القوات كل مرة عشان نتعامل مع التحديات اللي موجودة هناك. أنا بحكي الحكاية ديت ليه؟
عشان أنا في لقاء سابق قلت خلي بالكم، اوعى عينيكوا تغفل أو تنام على حاجة في جوه مصر. وعدم نزول الإخوان في ثورة يناير منذ البداية شيء مدروس ومتفق عليه. دايما الإخوان عمرهم ما بيصدروا نفسهم، صدر الشباب نجحوا اركب على ثورتهم، لا حصل بالتفصيل. كل ده الحمد لله كان عندنا معلومات سابقة ليه، عشان كده قدرنا نستوعب الموقف في محافظات مصر كلها. احنا نزلنا محافظة المنيا، نزلنا اسكندرية، نزلنا بورسعيد، تواجدنا في كل قرى ومحافظات مصر بأعضاء اتحاد بناة مصر. قدرنا نلجم كتير قوي من المظاهرات الفئوية ومن الاعتصامات الفئوية اللي كان مراد بيها تعطيل مصر عن المشهد الاقتصادي العالمي.